السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني؟ يا رب تكونوا بخير. قبل إلهام سعيد نجمات وقعنا ضحية عمليات تجميل فاشلة، إحداهن لقيت مصرعها والأخرى أصيبت بصديد كان أن يصل للمخ. أول فنانة معانا أو أول إعلامية كانت الفنانة ريهام سعيد، عانت من تشوهات نتيجة عملية تجميل فاشلة خضعت لها. وكانت ريهام سعيد قالت ناس كتير قوي كانت عارفة إن حلم التمثيل ومش الممثلة القديرة، لكن كنت موجودة واشتغلت مع عمالقة، وفي الدراما ما يقدرش يمشي ورايا بفلتر. ووقت ما حصل لي كده قلت خلاص ربنا مش عايزك تمثلي، ولو حد عاوزني في عمل هيقوله ده اتشوهت. كان في لحظات وحشة قوي. معانا كمان الفنانة الجميلة حورية فرغلي، واحدة من أشهر ضحايا عمليات التجميل، فقد خضعت لأكثر من عملية في أنفها بعد حادثة تعرضت لها حتى تغيرت ملامح وجهها، وكانت طبعا من ملكات الجمال في سنة من السنوات. معانا الفنانة ميسرة، خضعت الفنانة ميسرة لعملية تجميل فاشلة في الأنف، نتج عنها ميكروب خطير سبب تشوه الجانب الأيسر من خدها. نبيلة عبيد أيضا، الراقصة والفنانة نبيلة عبيد، وقعت ضحية لعملية تجميل فاشلة في وجهها، فباتت تعابير وجهها غير ملموسة، ونالت انتقادات واسعة من بعض المتابعين. معانا كمان الفنانة الراحلة سعاد نصر، دفعت سعاد نصر حياتها ثمنها لعملية شفط دهون فاشلة بعد خطأ في تركيب أداء توصيل الأكسجين للفنانة. الفنانة السورية مها المصري، إحدى ضحايا عمليات التجميل، بعد أن تغيرت ملامح وجهها وتشوهت بسبب عملية تجميل في الوجه زي ما انتوا شايفين الصورة كده واضحة. معانا كمان الفنانة وفاء سالم، تشوهت بسبب عملية تجميل وأصيبت بصديد كاد يصل للشبكية والمخ، ولكن الحمد لله ربنا ستر. الفنانة اللبنانية إليسا، تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لمواجهة هجوم حادة من قبل الكثيرين بسبب تغيير ملامح وجهها وبخاصة شفتيها بسبب عمليات حقن البوتوكس. نوال الزغبي، اعترفت نوال الزغبي بأنها أجرت أكثر من عملية وتحديدا الحقن، وأبدت ندمها على هذه العمليات بعد تورم وجهها كثيرا. الفنانة جادة إبراهيم، واحدة من ضحايا عمليات التجميل في الوجه، وظهر أثر ذلك واضحا في ظهورها إعلاميا. معانا أيضا دينا حايك، دينا حايك كادت تودي بحياتها وأثر جرثومة بسبب برضو عمليات التجميل، بعد إجراءها عملية تجميل في أنفها وإصابتها بجرثومة أثر تلوث أثناء العملية، وسافرت على أثرها للعلاج في بعض الدول الأوروبية. وهو ده يكون خبر النهاردة، أتمنى أن ينال إعجابكم. لو وصلت لحد هنا فضلا وليس أمرا، اشتراك في قناتي المتواضعة ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.